على أن من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة، أن من أنعم الله عليه بالإسلام لم يفته شيء ذو ليسبقه الناس بما شاءوا، فإذا لم يسبقوه إلى الإسلام فإنه لا يضره ما سبقوه به. لماذا؟ لأن الإسلام هذه النعمة بها يدرك السعادة الأبدية، بها يحفظه الله من الوقوع في النار أبدا، بها تتلقاه الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، بها يفتح له باب في قبره يدخل عليه فيه من روح الجنة، بها ييسر الله عليه حسابه، بها يجعل الله له بين يديه وعن يمينه نورا يمشي به فوق الصراط يبلغه جنة رب العالمين.